والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو سوف نقوم بشرح عملية التقديم بالنسبة للشهادة العربية للخمس خطوات الخاصة بالتقديم الإلكتروني. أولا يجب الدخول إلى صفحة التقديم الإلكتروني كما هي معروفة لدينا admission.gov.sd. للدخول إلى موقع التقديم الإلكتروني سوف نجد الواجهة المحدثة لهذا العام. سوف نذهب إلى الخدمات ومنها إلى اللينك الخاص بالتقديم الإلكتروني، ولكن قبل الدخول يجب التأكد تماما بأننا قد اطلعت على الدليل، وقد سبق شرحنا كيفية استخدام الدليل الإلكتروني في فيديو سابق، تجدون الرابط له أسفل هذا الفيديو. وأيضا أنني قد قمت بتسجيل عملية الدفع الإلكتروني، ولدي الإيصال والأرقام التي تمكنني من الدخول إلى النظام لإكمال عملية التقديم، وأيضا من الرغبات الخاصة بي قد أعددتها ومجهزة ومرتبة ترتيبا حسب الرغبة الخاصة بي. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على التقديم الإلكتروني. بالضغط عليها سوف تفتح لي الواجهة الخاصة بالتقديم. هذه المتاحة. أنا سوف أقدم للشهادة العربية قبول عام الدور الأول. نلاحظ هنا أن عدد الرغبات محددة ما بين 10 رغبات إلى 45 رغبة، وأيضا نجد التاريخ الانتهاء الخاص بالتقديم. سوف نضغط هنا للدخول إلى الخطوة الأولى. هذه هي الخطوة الأولى، نجدها باللون الأحمر. إذا لم أرقى في إكمال العملية سوف أضغط على كلمة خروج لخروج آمن من النظام. أنا لدي الإيصال المالي والرغبات مجهزة، يمكنني إكمال عملية التقديم. هذه الخطوة الأولى، الدخول للتقديم الإلكتروني. سوف نقوم بإدخال البيانات. أولا الجنسية البلد هي السودانية، إدخال رقم التقديم ورقم الجلوس بعد سداد الرسوم، هذه الخانة، ثم الاستمارة، ثم أقوم بإدخال رقم الإيصال 15 الإلكتروني. وكل هذه البيانات أجدها في الإيصال المالي الذي سوف أستلمه بعد التسديد في البنك، أو بأي صورة كانت سوف يتم إرسال هذه الأرقام لي بعد سداد الرسوم. ثم نقوم هنا بإدخال الرقم الذي نراه أعلاه، ثم نقوم بالضغط على كلمة دخول للذهاب إلى الخطوة الثانية. وإذا لم أرغب في الاستمرار أضغط على كلمة خروج. أنا هنا سوف أضغط على كلمة دخول. هذه هي الخطوة الثانية. نلاحظ هنا أن الخطوة الأولى أصبحت باللون الأخضر والخطوة الثانية باللون الأحمر، وهي الخطوة التي الآن فيها. إذا لم أرغب في الإكمال أضغط على كلمة خروج. نلاحظ هنا البيانات، رقم التقديم ورقم الاستمارة، وهي البيانات الخاصة بي. ونلاحظ أن حال سداد الرسوم أنه تم تسديد الرسوم. أكملت التقديم؟ لا. فأنا حتى هذه اللحظة لم أقم بإكمال عملية التقديم في الخطوة الثانية. الآن من هنا سوف أقوم باختيار الدولة المساق. بالضغط على هذا السهم سوف تظهر لي جميع الشهادات. الدولة والمساق هي ليس مقصود الدولة التي تقيم فيها، بل مقصود الشهادة واسم الدولة. فأنا هنا الإمارات علمي والإمارات أدبي والسعودية علمي والسعودية أدبي. سوف أختار الشهادة التي امتحنت بها. ثم هنا أقوم بإدخال رقم الهوية للشهادة السعودية، إدخال رقم الإقامة. لبقية الشهادات إدخال الرقم الوطني أو رقم الجواز. النوع أختار بين الذكر والأنثى. الاسم رباعي، كل اسم في خانة من هذه الخانات رباعي. ثم سنة الامتحان أختار بالضغط على السهم أختار سنة الامتحان 2016. ثم أقوم بإدخال اسم المدرسة في هذه الخانة بصورة صحيحة. وهنا أقوم بإدخال رقم هاتف نشط، ثم أعد نفس الرقم للتأكيد. ويفضل هنا أن يكون هذا الرقم داخل السودان ومنشط ومتوفر طول فترة التقديم. إذا حصل أي خلل فسوف يتم الرجوع عن طريق هذا الرقم الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني. ندخل البريد الإلكتروني صحيح وطول فترة التقديم أقوم بالدخول إليه. نأتي للخانة الأهم، هي الخانة الخاصة بتحميل الشهادات. هنا رجاء تحميل ملف PDF يحوي صورة الشهادة الثانوية وبحجم لا ينقص عن 200 كيلو بايت ولا يتعدى 512 كيلو بايت. إذا يجب تحويل الصورة إلى ملف PDF في حجم يتراوح ما بين 200 ل 512 كيلو بايت. يتم التحميل أولا بالضغط على براوز. سوف تفتح لي النافذة. سوف أذهب إلى
الموضع الذي أضع فيه ملف ال PDF الذي يحتوي على الشهادة، وبالضغط عليه نلاحظ هنا ظهور اسم الملف، ثم أقوم بالضغط على أيقونة تحميل الملف والانتظار قليلا حتى تظهر لي هذه الرسالة بأنه تم تحميل الملف. إذا اختفى اسم الملف بعد ذلك فليس هناك إشكالية، وأيضا يجب الانتظار قليلا حتى التأكد تماما بأن جملة تم تحميل الملف لم تختفي، لتأكد تماما من الملف تم تحميله. وللضمان الأكثر فسوف يتم إرسال صورة الشهادة وبقية الصور المتعلقة إذا كانت شهادة عربية سوف صورة القدرات والتحصيلي. باقي الصور حسب الشروط الموضحة سوف أقوم بإرسالها إلى الإيميل arabgol@gmail.com. أنبه هنا أن عملية الكوبي للإيميل قد تحقيق إيميل غير صحيح في وجود مساحات ما بعد الآت والجي، فلذلك يفضل كتابتها عن طريق الكيبورد. وفي الإرسال سوف نوضح رقم الاستمارة ورقم الهوية ورقم الهاتف النشط في بيانات الإرسال. هنا سوف نقوم بعملية إدخال يدوي لتفاصيل الشهادة العربية السعودية. سوف نقوم بإدخال التراكمي والتحصيل والقدرات ورقم الهوية كما ذكرنا أنه هو رقم الإقامة بالنسبة للشهادة السعودية. بقية الشهادات التي لا توجد لديها لا تحصيلي ولا قدرات يمكن تركها فارقة، وإذا رفض النظام الذهاب إلى الخطوة التالية يمكن وضع أصفار فيها. ثم نقوم هنا بإدخال المواد الإجبارية ال7 مواد. هذه المواد هي على حسب ما هو كان موضح في الدليل الخاص بعملية التقديم الإلكتروني للعام 2016-2017. سوف ندخل هنا اسم المادة والدرجة. للحصول عليها يمكن الرجوع إلى الدليل. هنا سوف أقوم بالدخول إلى الدليل الإلكتروني بالضغط عليه. هذا هو الدليل. سوف أدخل إلى أسس القبول وشروط مؤسسات التعليم العالي، ومنها سوف أذهب إلى شروط القبول للبكالوريوس، ومنها سوف أذهب إلى أسس وضوابط الشهادة العربية المعادلة للشهادة السودانية. سوف نجد التفاصيل الخاصة بالمواد ال7 المطلوبة هنا. مثلا القسم العلمي للكليات العلمية أحياء، هذه هي المواد. سوف أقوم بإدخال اسم المادة والدرجة التي أحرزها حسب الشهادة التي أرفقتها في ملف ال PDF وأرسلتها إلى الإيميل الموضح لعملية التقديم. وهذه لبقية التخصصات. سوف أرجع خطوة ثانية بعد إكمال إدخال البيانات والتأكد من إدخال البيانات صحيحة، وإن الملف الخاص بالشهادة تم تحميله، وإن أنا قد قمت بإرسال صور من الشهادات الخاصة بي مع توضيح رقم السمارة ورقم الهوية ورقم الهاتف النشط إلى الإيميل الموضح. نبهني إلى الإيميل يكتب كتابة حتى لا يحدث خطأ إذا قمنا بعملية النسخ واللصق له. الآن سوف نقوم بالضغط على حفظ البيانات أولا، ثم الذهاب إلى الخطوة الثالثة. وأعيد إذا كنت لا ألقى في إكمال العملية أو لدي ملفات ناقصة يمكن الضغط على كلمة خروج لخروج آمن من النظام. هي الخطوة الثالثة. نلاحظ أن الخطوة الأولى خضراء، الثانية خضراء، الخطوة الثالثة حمراء وهي الخطوة التي فيها أنا. وحتى هذه اللحظة إذا أردت الخروج اضغط على كلمة خروج لحفظ البيانات ثم خروج آمن من النظام. هنا تنبيه أنه يجب على الطالب اختيار وترتيب الرغبات بعناية تامة ودقة كاملة. الرغبات أساسا أنا قمت باختيارها سابقا ومرتبة جاهزة لعملية التقديم. من هنا سوف أختار نوع التقديم، هل أنا أريد أن أقدم للبكالوريوس أم دبلوم. ومن هنا سوف أختار نوع المؤسسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية. بالضغط على هذا السهم سوف تظهر لي التفاصيل، إنه إما تقديم حكومي أو تقديم لجامعات خاصة أهلية. عند اختيار مؤسسة التعليم الحكومية نلاحظ هنا ظهور الجامعات الحكومية. بالضغط أيضا على السهم سوف تظهر لي جميع الجامعات الحكومية. وعندما أقوم باختيار جامعات أهلية سوف تظهر لي في الجانب الآخر جميع الجامعات الأهلية.
هنا سوف أقوم باختيار جامعة حكومية واختيار جامعة الخرطوم. نلاحظ هنا ظهور جميع الكليات الخاصة بجامعة الخرطوم. أبحث عن الكلية التي أرغب في التقديم إليها وبالضغط عليها، ثم الضغط تقديم للرغبة. أضغط هنا سوف تصل لي اسم الكلية في الأسفل. هذه هي الكليات التي قمت باختيارها، حوالي 10 رغبات. ننبه أن أقل عدد للرغبات هو 10 رغبات وأكثرها هو 45 رغبة. اختيار الرغبات، لكني أرغب بعملية تقديم بعد الرغبات. الترتيب لم يكن صحيحا. مثلا كلية العلوم قسم الأحياء الخرطوم هي عايزة الخيار الأول لي، وليست كلية التربية قسم الأحياء. فما علي إلا الذهاب هنا بالضغط في الترتيب الأعلى. كلية علوم قسم الأحياء الخرطوم، أضغط في الترتيب الأعلى فسوف تصبح لي هي الرغبة الأولى. وإذا كنت أرغب أن تكون هي الرغبة الثالثة، أضغط بالترتيب إلى أسفل فسوف تنزل فتصبح هي الرغبة الثالثة، وتصبح كلية الصيدلة والخرطوم هي الرغبة الثانية. وإذا كنت لا أرغب فيها كلية علوم قسم الأحياء الخرطوم، لا أرغب فيها في الرغبات الخاصة بي، فسوف أضغط على حذف الرغبة وسوف يتم حذفها، ولكن سوف تصبح لدي 9 رغبات، فلا بد من إضافة رغبة أخرى حتى أتمكن من الذهاب إلى الخطوة الرابعة. أي أن النظام لا يسحب بك إلى الخطوة الرابعة ما لم تكن مقدم على الأقل 10 رغبات. بعد التأكد من ترتيب الرغبات الصحيح سوف نقوم بالضغط على الخطوة الرابعة. بالضغط عليها سوف تأتيني رسالة بي: هل أنت متأكد من الذهاب إلى الخطوة الرابعة لاستكمال التقديم؟ أضغط على أوكي. هذه هي الخطوة الرابعة. نلاحظ أن الخطوة الأولى خضراء، الخطوة الثانية خضراء، الخطوة الثالثة خضراء، الخطوة الرابعة باللون الأحمر هي الخطوة التي أنا فيها. حتى هذه اللحظة يمكنني الخروج. فإذا انتبهت أنني لا أرغب في إكمال عملية التقديم فأضغط على كلمة خروج، وفي كل خطوة يتم حفظها عن النظام ولا تتأثر بخروجي، ويمكن إكمال التقديم في وقت آخر. نلاحظ هنا أن أتأكد من بيانات الطالب، هي البيانات الخاصة بي من الاسم والمدرسة. أكمل التقديم، طبعا حتى هذه اللحظة لم أكمل التقديم، وجد كلمة لا. النوع ورقم التقديم وعدد الرغبات التي قدمتها سوف أجدها هنا، ورقم الاستمارة وبلد القطر اللي هو البلد الذي امتحنت فيه بالشهادة الخاصة بي. نلاحظ هنا بيانات سداد رسوم التقديم. إذا لم أكن مسدد سوف أجد هذه الرسالة، وعند إكمال التسجيل سوف أجد البيانات الخاصة بالإيصال أو نوع الدفع والقيمة المادية ورقم الدفع، التفاصيل الخاصة بالإيصال المالي الذي قمت بالسداد به. ونجد هنا الإقرار بصحة بيانات التقديم. لإكمال عملية التقديم لابد من وضع علامة صح على جميع هذه المربعات التي وافق كلمة 4 مربعات، وأقر بأن الرغبة التي تقدمت بها الرغبات الصحيحة، نعم. أقر بأن بياناتي التي تقدمت بها هي البيانات الصحيحة، نعم. تأكدت من الرغبة جيدا، نعم. أريد تسليم الاستمارة والتقديم، نعم. قبل الضغط على الخطوة الخامسة أراجع الرغبات الخاصة بي، سوف أجدها هنا. أتأكد أن الرغبات هي مرتبة حسب الترتيب الذي أرغب به ومكتملة. إذا رغبت في التعديل أو تغيير هذه الرغبات أضغط على كلمة خروج للذهاب لعودة أخرى للدخول إلى النظام للذهاب إلى الخطوة الثالثة للتعديل. وأنتبه هنا أنني عندما أضغط على الخطوة الخامسة لا يمكنني تعديل أي شيء آخر، وهي الخطوة الخاصة بالاستمارة أي تسليم الاستمارة. تأكدت من جميع البيانات الخاصة بي، وضعت علامة صح على جميع المربعات التي تحتوي على كلمة نعم. الآن أضغط على الخطوة الخامسة. بالضغط عليها سوف تأتيني هذه رسالة تنبيه. هذه الخطوة عند اختيار نعم للكل يتم استكمال التقديم واستخراج الثمار الإلكترونية. أضغط على كلمة أوكي. نلاحظ هنا أن الخطوة الأولى خضراء، الخطوة الثانية خضراء، الثالثة خضراء، الرابعة خضراء، حتى الخطوة الخامسة خضراء، وهي الخطوة الخاصة بتسليم الاستمارة. وهذه هي الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم الذي قمت به في الخطوات الأربعة السابقة. نلاحظ أكد أن الاسم والدولة والمدرسة والنوع وعدد الرغبات ورقم الإيصال ورقم الاستمارة ورقم الجلوس هي كلها جميعها البيانات الخاصة بي. نلاحظ هنا في جميع الخطوات السابقة أكملت التقديم كنا نجد كلمة لا، لكن هنا في الخطوة الخامسة نجد أن كلمة نعم،
وهذه هو مؤشر أن التقديم الذي قمت به صحيح وقد يكتمل. هنا يمكن طباعة الاستمارة، وهذه هي الرغبات التي تقدمت بها حسب الكليات والجامعات التي قمت باختيارها. لقد أكملت التقديم الإلكتروني بنجاح. نتمنى لكم مستقبل باهر. أنبه هنا أن هذه الاستمارة يجب حفظها، إما عن طريق طباعة الاستمارة إذا كان عندي لدي الإمكانيات، أو تصوير الشاشة والاحتفاظ بها. يجب الاحتفاظ برقم الاستمارة. هناك كانت إمكانية طباعة نطبعها، إذا لم تكن هناك إمكانية طباعة يمكن تصوير الشاشة وحفظها في مكان يسهل الوصول إليه. لماذا أطبع الاستمارة، ولماذا أصور الشاشة، ولماذا أحتفظ بهذه الاستمارة؟ فائدة الاستمارة إنها تحفظ لك حقك، وهي المستند الخاص بك. لمراجعة أي خطأ قد يرد، وأيضا للاستفادة من رقم الاستمارة الذي سوف يتم به استخراج النتيجة الخاصة بالتقديم الذي يقوم به. إذا لابد من تصوير الشاشة أو طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها إلى حين إعلان النتائج الخاصة بالتقديم الإلكتروني. وعن طريق رقم الاستمارة يمكن استخراج النتيجة عن طريق نفس الموقع الذي قمت بالتقديم له. الآن بعد أن قمت بطباعة الاستمارة أو تصوير الشاشة، سوف أضغط على كلمة الخروج من النظام. تأتي تم رسالة خروج من النظام بصورة آمنة. شكرا جزيلا. بهذه الطريقة قد أكملت عملية التقديم الإلكتروني بالنسبة للشهادة العربية لل5 خطوات بصورة سليمة. وأتقدم بالشكر للإدارة العامة للقبول والتقويم وتوثيق الشهادات، وللأخوة في مركز قانة المعلومات بوزارة التعليم العالي، وأجزل الشكر للأخ أبو عبيدة بشير من مركز الاستجابة على المعلومات السر التي مدون بها والتفاصيل الخاصة بعملية الخطوات ال5 نتمكن من إنتاج هذا الفيديو. ولكم تحياتي مهندس أسامة صلاح جلال، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.